كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان انت لو عندك 200,000 دولار تروح تشتري بيهم شقة في لندن ولا تشتري عقار في دبي وتاخد 3 اضعاف في الاستثمار. ناس كتير بتظن ان اوروبا هي الملاذ الامن دلوقتي وهي امن حاجة في العقارات، بس الارقام بتقول عكس كده. ازاي؟ خلينا اشرح لك. في لندن وباريس وحتى برلين متوسط العائد الايجاري هناك بيكون من 2 ل 4% بحد اقصى. في المقابل دبي بتوفر لك كام؟ من 6 ل 9%، ولسه ما اتكلمناش على الكابيتال ابريشيشن، اي زياده راس مالك او زياده قيمه العقار مع مرور الوقت. مش بس كده، دبي معفيه تماما من ضرائب الدخل، بمعنى العائد الايجاري اللي انت هتحققه هيدخل لك كصافي ارباح. تاني حاجه فيها تملك حر لكل الجنسيات بنسبه 100% وتقدر تورثها. تالت حاجه الاجراءات سهله جدا وبسيطه وكلها ديجيتال وما بتاخدش اي وقت خالص. تقدر تستثمر في دبي لو انت موجود في اي مكان في العالم، تشتري او تبيع. انا بقالي كتير براقب الاسواق العقاريه في العالم وبشوف في المدن، نادرا لما بتلاقي مدينه بتحقق لك كل المقومات اللي بتعملها لك دبي، من امان، من عائد استثماري، من بيئه استثماريه سهله وبسيطه واجراءاتها في منتهى السهوله. الاختيارات في دبي كتير ومش كلها بتحقق نفس العائد الاستثماري، فلو عايز نساعدك تختار وحدة عقارية أو استثمار عقاري يحقق لك أعلى عوائد استثمارية، تواصل معانا دلوقتي.